تفاصيل مشاجرة إمام عاشور مع مجموعة شباب في مركز تجاري شهير بالجيزة. جاء في التقرير أن سبب المشاجرة هو قيام فرد أمن بمعاكسة زوجة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، وأن إمام عاشور استشاظ غضبا بعد تعرض زوجته للمعاكسة. وأوضح التقرير أن لاعب النادي الأهلي وزوجته كان بالمول لمشاهدة فيلم ولاد رزق 3، وحدثت المشاجرة وأن كاميرات المراقبة قامت بتسجيل كل شيء عن الواقعة، وعرضت القناة أجزاء من الفيديو. وكشفت القناة أن المتابعين عبر السوشيال ميديا انقسام حول ما فعله إمام عاشور، والبعض أشاد بدفاع عاشور عن زوجته ضد التحرش، بينما رأى آخرون أن هناك طرقا أخرى يمكن حل المشكلة بها دون تجاوز. وشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول بحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بعكس زوجته فقام بالاشتباك معه، ونشبت بينهم مشادة كلامية، وسقط فرد الأمن على الأرض. وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول. وحرر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي محضر في قسم الشرطة ضد فرد الأمن، واتهمه بالتعدي عليه بالضرب ومعاكسة زوجته. كما قام فرد الأمن بتحرير محضر اتهم فيه إمام عاشور بالتعدي عليه بالضرب. وقال إمام عاشور إنه كان متواجدا في المول الشهير وذهب لإحضار أشياء من السيارة، إلا أنه بعد عودته فوجئ بزوجته تخبره بأن أحد أفراد الأمن قام بمعاكستها، فقام بالتوجه إليه ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وحضر خلالها شقيق زوجة إمام عاشور.